واحد السيد خرج من دارهم في الصباح بكري ومشي يخدم. في العشيه ديال داك النهار البوليس غادي يعيطوا لوالديه، غادي يقولوا لهم ولدكم ضربات اوطوموبيل وهربات. ولكن الصدمه هي فين غادي تعرفوا شكون اللي ضربوه بالطوموبيل وعلاش ضربوا، وكونوا متاكدين باللي ما غيطيحش ليكم على البال شكون اللي دار فيه داك الحاله. في مدينه الدار البيضاء البوليس غادي يتواصل مع واحد السيد وغادي يقول لهم باللي واحد الشخص ضربات طوموبيل وهربات في الخرجه ديال المدينه. وفعلا البوليس غادي يلتحقوا بعين المكان باش يتاكدوا من الصحه ديال المعلومه اللي وصلاتهم. وداك الشيء اللي كان غادي يلقاو البوليس شخص مضروب ومليوح برا ديال الشانطي، ولكن الحاجه اللي ضربه ما كيناش. يعني واش ضربوا موتور ولا ضربات طوموبيل ولا كاميو، هاد القضيه بقات مجهوله وما عرفوش اش وقع ليه. واثناء المعاينه ديال داك الشخص لقاوه مليوح في الارض ورجليه مهرسين وعنده نزيف داخلي، يعني تعرض لشي ضربه قويه. ولكن هاد الشيء كامل كانوا غير فرضيات مادام ما خرجوش النتائج ديال التشريح. عيطوا البوليس على السياره ديال نقل الاموات باش ينقلوا داك السيد للمستودع باش يديروا ليه التشريح. البوليس تعرفوا على السيد اللي مضروب من خلال الوثائق اللي لقوا عنده في جيبو، كان سميتو مصطفى. عيطوا على والديه وجات معهم حتى الزوجه ديالو كيبكيو ويعيطوا على ربي اللي خلقهم. مصطفى كان دري عنده يلاه شي 29 عام، ولكن واخا هكاك كان دري حار ودار الفلوس والثروه وهو مازال صغير. ولكن دار الفلوس حتى تزوج بواحد السيده سميتها رشيده، وهاد السيده كبر منه بشي 10 ديال السنين. غادي يرجعوا دابا عند البوليس حيت غادي يكون وصلهم ملف ديال التشريح. والسبب ديال الوفاه اكدوا لهم الطبيب بان مصطفى كان واكل شي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن ما كانش هي السبب اللي غادي تخليه يفارق الحياه. وفي العريضه الثانيه ذكر بانه ضرباتو شي حاجه وكان جايه بواحد السرعه اللي ماشي عاديه، وحتى مصطفى كان في واحد البوزيسيون بحال مجموع. داكشي علاش منين ضرباتو داك الحاجه بقوه تهرسو ليه يديه ورجليه وجاه نزيف داخلي. وهنا طاحوا بزاف د الفرضيات على البوليس، واش القضيه كانت مجرد حادث وهي السبب ولا القضيه من فعل فاعل. البوليس فاش كانوا طوقوا مكان ديال الحادث الحاجه الوحيده اللي لقاو هي الاثار ديال الرويض. البوليس شكوا في داك السيد اللي عيط لهم، ولكن في الاخير لقاو باللي ما عنده حتى شي علاقه، فقط كان دايز من تما شاف واحد السيد مليوح في داك الظلام ومن الواجب عليه انه يعلم البوليس. هنايا ما غادي يبقى عند البوليس الا يتصلوا بالعائله ديالو باش يستجوبوهم، لعل وعسى يعرفوا واش كان السيد عنده العيب مع شي واحد ولا كان عنده شي خلاف مع شي واحد ولا شي حاجه من هذا القبيل. مصطفى الاب ديالو كان فارق الحياه، كان عنده غير خوه والام ديالو والسيده رشيده اللي تزوج بها. الام ديال مصطفى فاش استدعوها سولوها واش ولدك كان عنده العيب مع شي واحد ولا شي خلاف مع شي حد. قالت ليهم رشيده هي سببه في عذابه وهي اللي سحرات ليه حتى تزوج بها. هذه هضره اخرى. ولكن البوليس ماشي شغلهم في هذا الشيء. البوليس الخدمه ديالهم والهم ديالهم الوحيد هما يعرفوا شكون اللي ضرب مصطفى وهرب. استدعوا رشيده ولكن اكدت لهم باللي نهار السبت في العشيه هو اخر اتصال كان بيناتهم، وقال لها باللي غادي يجي عنده شي واحد باش يشري شي طوموبيل. هاد مصطفى كان عنده واحد كراج كيصبغ فيه الطوموبيلات، وبحكم رشيده كانت خدامه في لاسيرونس كانت كتصيفط ليه الطوموبيلات اللي كيديروا عندهم التامين، وهذا الشيء اللي خلاهم يكونوا واحد الثروه ما بيهاش. غادي يرجعوا دابا عند البوليس. اكدت لهم رشيده باللي كانت في الدار، والكاميرات اكدوا صحه التصريح ديال رشيده. بقى غير الاخ ديال مصطفى وسميتو خالد، وهو اللي مستوجبوهش. قاموا بالاستدعاء ديالو، قال لهم الوحيده اللي من نهار دخلت لحياتنا وحياتنا تقلبت سفها على علاها هي رشيده، كبر منه ولصقات فيه وهي اللي غادي تكون صفاتها ليه. قالوا ليه البوليس حنا سولنا عليها وتاكدنا باللي بسببها مصطفى دار الفلوس وهو ما كان عنده والو. اذا شنو الدافع اللي غادي يخلي رشيده دير هاد الفعله؟ يلا قول لينا سيدي. قال لهم خالد راها سحرات ليه ومالها، ما ديرهاش هاد القضيه هادي، راها ديرها وتفوتها ليه. قالوا ليه بلاتي ولكن انت باش عرفتي سحرات ليه؟
قال لهم خالد واش كاين شي واحد كيتزوج بشي وحده فايته ب10 ديال السنين؟ المهم هاد القضيه ما كانش عندها حل، وبقات مديوره الشكايه بمجهول شكون ضربو. بقات هاد القضيه فوق منها علامه ديال استفهام. والدين مصطفى داو مصطفى دفنوه وداروا ليه الجنازه، كلاو الناس وشربوا وكل واحد مشى قصد بلدو. رشيده لبسات الابيض، والنهار الاول اللي لبساتو فيه جات ليها الام ديال مصطفى وخو خالد وقالوا ليها بغينا الورد ديالنا. قالت لهم رشيده خليو غير دوز هاد 40 يوم وتفرتك هاد الرمانه. قال ليها خالد لا هاد السيمانه يموت المش. قالت ليه رشيده الله يهديكم. قال ليها ودي لا انت سحرتي لخويا وبغيتي ديريها بينا حتى حنا. قالت ليه رشيده ويلا كنتي هكا اجي نقول لك، شتي داك الحانوت اللي طامع فيه نتايا هذاك راه كاتبو ليا في سميتي وما عندك ما تصور مني، وسير قلب على راسك. خالد زير وما تسرطاش ليه لانه كان طامع في داك الحانوت، ولان رشيده ما ولداتش يعني انه غادي يورث معاهم في داك الشيء ديال خوه. قال ليها خالد يلا ورينا داك الورق ديال الحانوت، ورينا باللي راه كاتبو لك في سميتك. جاوباتو رشيده قالت ليه الورق كاملين عند المحامي وهو اللي غادي يطبق القانون، واللي جاك في حقك غادي تاخدو. خالد بقى فيه الحال وتزير بزاف، وزادت رشيده تسيفات عليهم بجوج، وهو يقول لها خالد والله لا بقات فيك. رشيده تنكرات في داك القضيه ديال والله لا بقات فيك وما عجبهاش الحال، وقالت ليه شتي داك خوك اللي كان جامعنا راه في دار الحق وما تعاود توصلني ما نعاود نوصلك. وبقاو الاجراءات ديال فريق الورث غاديين. خالد واخا ما تشداتش ليه في الكراج كان طامع في الدار وشي فلوس كانوا عنده في البنكه، ولكن غادي يسكب ليه الماء في الركابي ملي غادي يوصلوا الخبر باللي رشيده حامله، وفعلا كانت حامله. وهذا الشيء غادي يخلي المحامي يوقف الاجراءات ديال الورث تيبان النوعيه ديال الجنين واش بنت ولا ولد. هذا الشيء خلى خالد ياكل حوايجو ولا انسان ماشي طبيعي، ولا كيتعامل بواحد الطريقه مع رشيده خايبه، ولا كيمشي عند رشيده حتى للبلاصه فين خدامه يعني لاسيرونس ويسبها ووصل معها حتى للتهديد. ولكن فاش غادي يسوق الخبر باللي رشيده حامله غادي يولي خالد اخر وغادي يولي في صفات اخرى، ورشيده بحال عمرها عرفاتو وولات كتحس به رشيده انه كيتبعها وانه بحال بغى يدير ليها شي حاجه. رشيده كانت كتحاور هي وامها نصحاتها باللي طلب انتقال لمدينه مكناس بين ما ولدات وارتاحت وهدنات هاد القضيه. وداك الشيء اللي كان رشيده خدات انتقال وخوات مدينه الدار البيضاء ومشات لمكناس سكنات مع خالها. خالد ما برداتش ليه وبقى كيمشي للبلاصه فين كانت خدامه رشيده وكيحاول انه يعرف فين تحولات، ولكن ما كانوش كيعطيوه راس الخيط، وكان كيمشي لراس الدرب فين كانت ساكنه الام ديالها باش يتسناها زعما كالله عسى تخرج ولا تبان ولا شي حاجه، ولكن والو. وما كانش كيقد انه يمشي عند امها يسولها عليها، وهذا الشيء اللي غادي يخليه يمشي يسول عليها حتى لاجونس برينسيبال ديال داك لاسيرونس هذيك وسول عليها. وبطبيعه الحال هذا الشيء وصل لرشيده، ورشيده ولات خايفه، وخصوصا ولات خايفه على ولدها اللي في كرشها، وما بقاتش عارفه خو راجلها علاش كيدير معاها هذا الشيء وشنو باغي منها. دازت داك المده الحمل ديالها ومشات ولدات في واحد المصحه في مدينه مكناس. كلشي داز مزيان، والوليات سماتو على باه مصطفى. خالد ساق الخبر، ما عرفت منين جاتو التنقنيقه ومشى لداك المصحه، دخل عليها بقات كتشوف فيه وهو كيشوف فيها. شويه قرب الولد وبغى يبوسو وهي تبعدو. كانوا شي ولاد خالتها تما قدروا انه يخرجوه من الشومبر. خالد من تما مشى بحالاتو. داز واحد 3 ايام وخرجت رشيده من المستشفى وقررت انها غتولي للدار البيضاء باش دير السبوع. غادي يمشي معها ولد خالتها والام ديالها في طوموبيل، غادي يدوزو غير شي ايامات في الدار البيضاء وغادي يوليو معاها، وهما غاديين في لوطوروت وغادي تبان ليهم واحد الطوموبيل تبعهم، وداك الطوموبيل ديال خالد. وباش يتاكدوا قرروا انهم يستاسيونيو في واحد البلاصه حتى يمشي باش يتاكدوا واش هو ولا لا، ولكن كيتفاجئوا باللي حتى هو وقف موراهم وجا عندهم وطلع على رشيده. قال ليها رشيده وجدي راسك. رشيده ما فهمت والو، كيفاش وجدي راسك؟ ولات مخلوعه وفي نفس الوقت معصبه من هادشي اللي كيدير هاد خينا هذا. المهم ملي مشى خالد ركبوا في الطوموبيل وتموا غاديين في حالهم، ورشيده على الاعصاب ديالها ولكن كتحاول تبردها.
في واحد اللحظة وهما غاديين في لوطوروت، واحد الطوموبيل فرانات ليهم في وجههم. ولد خالتها تخلع وما فهمتش شنو كاين، ما عرفش كيفاش يدو مشات الفران امان وهزاتو. لقى راسو طوموبيلات قلبات بيهم وما عقلوا على ريوسهم حتى لقاو ريوسهم في السبيطار. ما وقعش ليهم شي حاجه صعيبه من غير ولد خالتها تهرس في كتفو. منين جاو الشرطه يحقوا معاهم ياخذوا الاقوال ديالهم، قالوا ليهم باللي خليل هو اللي كان السبب وهو اللي تعرض لينا وهاشنو قال لينا وهاشنو قال لينا. ومن بعد 3 ايام ديال البحث لقاو خالد في المحل ديالو معلق بكرده ومسالي مع الحياه ديالو ومخلي ورقه مكتوب فيها انا اللي قتلت خويا على قبل الفلوس، ولكن ضميري ما هنانيش، كنت باغي نصفيها ليها ولكن ما كتبش ليها. وهنايا عرفوا البوليس باللي هو اللي كان السبب باش صفاها الخوه، لان حتى الروايد ديال الطوموبيل اللي كانوا في مكان الحادث مطابقين مع الروايد اللي في طوموبيلته. ما كانوش كيظنوا باللي اقرب الناس ليه هو اللي غيكون السبب. حتى انا وانتوما ما كناش كنظنوا هكا، ولكن بعد شي مرات الغدر كيجي من اقرب الناس ليك. وهنايا الخوت كتسالي القضيه ديال هذا النهار. نتمنى تكون عجباتكم، وخا هي ما فيها ما يتعجب، وردوا البال ريوسكم.